بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد. سلام الأغلى وأجمل متتبعات على قلبي، إن شاء الله تكونوا بألف صحة وعافية وانتم قاعدين تشاهدوا معايا في هذا الفيديو تاعنا اليوم اللي جيت نطلع لكم فيه وجيت نشارك معاكم فكرة من الأفكار تاع الوصفات الصيفية بامتياز اللي راحين يفرحوا بها كامل العائلة تاعك وسورتو الأولاد الصغار، وتكون حاجة خفيفة اللي تحضريها في وقت اللي يكون قصير. قبل ما نبداو يا البنات في الفيديو تاعنا تاع نهار اليوم، ما تنساوش دعموني بجامو اشتراك، تبارطاجيو الفيديو مع الناس اللي تحبوهم وتضغطوا على زر الجرس هكا باش يوصلكم كل جديد في قناتي باذن الله. وكما شفتوا معايا يا البنات، بالنسبه للفيديو تاعنا تاع نهار اليوم راح نشارك معاكم وصفه تاع البيتزا. بالنسبه للعجينه ولا بالنسبه للصوص رايحين يجيوكم ما شاء الله، وما كومش رايحين تستغناو على هذه الوصفه. بالنسبه للمرحله الاولى راح نبداو بلا صوص طوماط اللي راح نديروه للبيتزا تاعنا. راح نجيبو كونتيتي تاع لا طوماط اللي راح تكون على حساب الكميه تاعنا تاع البيتزا، نقطعوها الى قطع. طبعا راح نكونوا غسلناها مليح، نحينا لها البلايص اللي يكونوا مثلا مقياسين ولا نضفوها مليح، ومن بعد نقطعوها الى قطع، نحطوها ونضيفوا لها فنجان تاع الماء ونغطيوها ونخليوها حتى تبدا هذيك القشره تاع الطماطم تتنحى وحدها. كيما نشوفوها باللي ولات هذيك القشره طارت لنا خلاص، راح نحيو هذيك القشره، نحطوا الطماطم تاعنا كامل هذيك الكونتيتي في لاشواغ، نضيفوا لها حبه تاع البصل اللي نكونوا قشرناها وغسلناها مليح، تكون حبه صغيره بك، ونضيفوا لها 3 سنات تاع الثوم، نرحيوهم مع بعضهم كامل ونرجعوهم للكاسرونه ولا لاي حاجه قاعدين نطيبوا فيها. ضيفوا لها 3 ملاعق من الزيت. وبالنسبه للتوابل راح نتبلوها بالملح والفلفل الاسود فقط، وتخليوها حتى لا صوص طوماط هذيك تاعكم رايحه تنشف لكم. كيما تنشف لكم اعرفوها باللي صيبه راح يطاب لكم، خليوها تبرد هكا باش كيما تخدموا بها ما تفزتش العجينه تاعكم تاع البيتزا. في الوقت اللي نخليو لا صوص طوماط تاعنا تبردنا، ننتقلوا للعجينه. بالنسبه للعجينه نحتاجو فيها كاس تاع الماء وكاس تاع الحليب اللي يكون دافي، 4 كاس تاع الزيت، ملعقة كبيرة من خميرة الخبز، ملعقة صغيرة من السكر العادي، ملح، ونحتاجو أكيد الفرينة اللي راح نجمعو بها العجينة تاعنا. اول حاجه راح نجيبوا البول ولا الغيسبيون اللي راح نخدموا فيه، نوضعوا فيه السوائل اللي هي الكاس تاع الماء والكاس تاع الحليب اللي يكون دافي، نضيفوا لها ملعقه كبيره من خميره الخبز وملعقه صغيره من السكر العادي، نخلطوهم مع بعضهم، نضيفوا لهم 2 ملاعق من الفرينه، نزيدوا نخلطوا الخليط تاعنا مليح مع بعضه، نغطيوه مليح ونخليوه يختمر لنا من 3 دقائق هكاك. كيما تفوت هذيك 3 دقائق عاودوا جيبوا الريسيبيون تاعكم، ضيفوا له 4 كاس تاع الزيت تاعكم، وضيفوا الكميه تاعكم تاع الملح اللي هي تكون ملعقه صغيره من الملح. بعد ما تضيفوهم راح تبداو تجمعوا في الخليط تاعكم بالفرينه. بالنسبه للفرينه كما متعوده دائما اني نقول لكم لازمكم تكونوا مغربلينها هكا باش العجينه تاعكم تجيكم خفيفه وتجيكم البيتزا تاعكم ما شاء الله. نبداو نضيفو في الكميه تاع الفرينه كما متعوده تاني دائما اني نقول لكم ما تضيفوش كميه كبيره، ضيفوا كميه صغيره هكا باش ما تغلبكمش الفرينه تاعكم وباه ما تجيكمش يابسه. كيما تكون ناقصه راح نقدروا ان نتحكموا فيها ونزيدوا لها الفرينه، بصح كيما تكون لنا زايده ما نقدروش نتحكموا فيها. من الافضل احنا نتوخاو الحذر تاعنا ونبقاو نضيفوا في كميات صغيره. بعد ما نبقاو نضيفوا في كميات صغيره كيما نشوفوها باللي بدات تتلم العجينه تاعنا، راح نضيفوا حوالي ملعقه صغيره من خميره الحلوى، ونزيدوا نضيفوا الفرينه تاعنا وندخلوها كيما شفتوا معايا، ندخلوها حتى نشوفوها باللي العجينه تاعنا راهي تلمت واش هي رايحه تبقى تلاصق لنا شويه بالقوام اللي شاهدتوه معايا في الفيديو. بعد ما نتحصلوا على هذاك القوام راح نغطيوها مليح ونخليوها حتى تختمر لنا. كيما على بالنا بلي رانا في موسم الصيف، تما رايحه تخمر لنا العجينه تاعنا ليه كيما نشوفوها باللي ضعف الحجم تاعها، راح نجيبوها ونهبطوا لها الخميره تاعها. بالنسبه للطريقه اللي راح نهبطوا بها الخميره، من الافضل ان نستعينوا بالزيت في يدينا ونهبطوا لها هذيك الخميره. بعد ما نهبطوا لها الخميره وندخلوها مليح في بعضها راح نشكلوها على شكل بوده، نقسموها
الكبيرات هكا اللي يكونوا على حساب البلاطو اللي راح تخدموا فيه. الا كان البلاطو تاعكم صغير ماهوش رايح يحتاج كميه كبيره من العجينه، ولا كان البلاطو تاعكم كبير راح يحتاج كميه كبيره. ثم الكريات تاعكم راح يكونوا على حساب الحجم تاع البلاطو. كما شفتوا معايا انايا لهنا هذا الحجم تاع البلاطو تاعي انايا متوسط، ماهوش كبير وماهوش صغير. بديت شكلت العجينه تاعي كما شفتوا معايا على شكل كويرات، غطيهم وخليهم بعديت كيزيدوا يختمروا لك للمره الثانيه. بديت جبت الكويره الاولى، حطيت فوق لو بلان دو طرافاي كميه من الفرينه هكا باش تساعدني كيما نكون قاعده نطرح فيها. بعد ما طرحتها وضعتها في البلاطو وبديت حطيت لها لاصوص طوماط. بالنسبه لاصوص طوماط خليته حتى نبرد لي، وكما شفتوا معايا راني طيبت لاصوص طوماط بطريقه سهله. حكمت الطماطم تاعي قطعتها القطع، ضفت لها فنجان تاع الماء وخليتها غطيتها. لازم تغطيوها هكاك باش تزيد الطماطم تاعكم تزيد تطلق الماء تاعها، وتخليوها حتى هذيك القشره تولي طار وحدها. كيما طير لكم هذيك القشره تاع الطماطم راح تحطوها في لاشواغ، تضيفوا لها حبه تاع البصل اللي تكون متوسطه وثلث سنات تاع الثوم. بعد ما تضيفوهم ترحيوهم بلاشواغ وترجعوهم للنار. تخليوها تضيفوا لها 3 ملاعق من الزيت العادي ولا 2 ملاعق من الزيت العادي، وتبلوها بالملح والفلفل الاسود وتخليوها حتى تنشف. بعد ما تنشف لكم راح نطفيو عليها وتخليوها تبرد لكم. بعد ما تبرد لكم راح تخدموا بها بالطريقه اللي شاهدتوها معايا. توزعوا في كامل العجينه تاعكم وتزينوها بالطريقه اللي راكم حابينها. انا لهنا ضفت لها شويه تاع الزيتون، شويه تاع الفلفل، ومن بعد ما طابت لي ضفت لها الفرماج من فوقها هكا باش يزيد يذوب فوقها. وجات واحد البيتزا ما شاء الله. جربوها يا البنات، ماكمش راحين تندموا عليها، بالعكس كيما ما تجربوهاش هي اللي راحين تندموا عليها بزاف بزاف. سورتو مع انها وصفه سحريه، سورتو لاباط هذه اللي تقدروا تستعينوا بها في كامل المملحات تاعكم. بالنسبه للنوع الثاني انا نحب ندير هذه راهي فوبوازي، خاطر بيتزا بوازي ما تكونش بهذه الطريقه، مي انا نحب نخدمها بهذه الطريقه. نحط كريمه سائله بك نوزعها على كامل السطح، ونضيف لي سكالوب تاعي اللي نكون طيبتها، شويه زيتون، شويه فرماج، شويه فلفل، ونخليها تطيب لي. ولا كان حابين الوصفه الاصليه تاع بيتزا بوازي ما عليكم غير تخليو لي في الكومنتار، وباذن الله عن قريب راح نشاركها معكم بكامل التفاصيل تاعها وكامل الاسرار تاع النجاح تاعها. بصح جربوها بهذه الطريقه رايحه تجيكم ما شاء الله. انا نحب اني نضيف لها برك الكريمه هذيك السائله كما شفتوا معايا، وتجيكم فيها واحد البنه على الكيف. بالنسبه للبيتزا الثالثه درتها نص بالكريمه السائله والنص الثاني بلا صوص طوماط، وثاني جاتني ما شاء الله كما قاعدين تشوفوا في النتيجه جات على الكيف. بالنسبه اللي خدمت البيتزا بلا صوص طوماط درت لها ثاني طون، زادها واحد الذوق ما شاء الله. جربوها يا البنات ماكمش راحين تندموا عليها. ولا كان عجبكم يا حبوباتي الفيديو تاعنا نهار اليوم ما تنساوش تدعموني بجيم واشتراك، تبارطاجيو الفيديو مع الناس اللي تحبوهم، وتضغطوا على زر الجرس هكا باش يوصلكم كل جديد في قناتي باذن الله. وبالنسبه لاول مره تزور قناتي نقول لكم مرحبا بكم في قناتكم، قناة مطبخي وروتيناتي، اللي دائما نسعى باش نشارك معكم وصفات وروتينات ونكون دائما عند حسن ظنكم. واي وصفه ولا اي روتين حابين انكم تشوفوه معايا ما عليكم غير تخليوا لي في الكومنتار، وباذن الله راح نكون عند الطلب تاعكم ونشارك معكم الوصفات والروتينات اللي راح تستفادوا منهم. وزيدوا نتوما تاني شاركوا معايا افكار هكا باش في زوج حنايا نستفادوا، نتوما تستفادوا مني وانا تاني نستفاد منكم. باغ اكزومبل نشارك معكم فكره ولا اكله، قولوا لي نتوما الطريقه تاعكم اللي تخدموها بها. هكا يا البنات نكون وصلنا لنهايه الفيديو تاعنا تاع نهار اليوم. ما بقى لي غير نقول لكم اتهلاو في رواحكم وتهلاو في الناس اللي تحبوهم.